حكينا في الحلقة الماضية على الانقلاب الذي قاده محمد عبابو، والذي كان سندا له في ذلك الانقلاب هو الجنرال المذبوح. استطاعت الدولة أن تقمع التمرد، عادت الأمور إلى نصابها. كان هنالك الكثير من الإعدامات الميدانية لجنرالات، منهم الجنرال حمو، بوغرين، حبيبي وآخرون كذلك. رحل الضباط الذين أصبحوا سجناء وضباط الصف كذلك إلى سجون عسكرية ومدنية، وأكمل المغرب مسيرته. كان الجنرال أفقير في الانقلاب الأول مع الملك الراحل الحسن الثاني، وبالتالي كان فاعلا في نظري غير رسمي في ذلك الانقلاب. لم تثر حوله أي شكوك بطبيعة الحال. هو رجل لديه حظوة كبيرة لدى الملك الراحل الحسن الثاني. مرت الأمور، أعدم من أعدموا بسرعة قياسية، وهذه السرعة ربما تثير التساؤلات، ولكن لأن أفقير كان يملك سلطة كبيرة لم ينتبه أحد. كان هنالك تحركات يقوم بها الجنرال أفقير، منها استدعاؤه لقائد القاعدة الجوية بالقنيطرة. استدعاه إلى مكتبه، فأتى إليه قائد القاعدة الجوية، تحدث إليه مطولا. أمقران دخل، أمقران طرق الباب. تفضل، جلس أمقران. أنت تعلم أنني أعلم أنك مشارك في الانقلاب الأول، احكي لي اش وقع أمقران. أجابه الكولونيل أمقران: مون جنرال، أنا لست ضليعا في ذلك المجال ولم أشارك في الانقلاب. فصمت أفقير وهو ينظر إليه من تحت نظاراته العاتمة. أخذ الهاتف، طلب رقما معينا، أجابه المخاطب، قال له: احكي لي ما حصل. وأمقران يستمع. مم. مم. حسنا، غادي نشوف. أغلق أفقير الهاتف، ثم نظر إلى أمقران مطولا. اسمع أمقران، أنا جنرال أفقير وأنت تعرفني جيدا، لذلك بلا ما نكذبوا على بعضياتنا، أنت مشارك في الانقلاب الأول. وأنت سمعتي المخاطب شنو قال؟ صمت مقران، وكأن صمته يبين على أنه يحمل موافقة مبدئية، لأنه يعرف دموية أفقير، وأنه إذا غضب ستكون الأمور عاصبة للغاية. مقران، بإمكاني إعدامك الآن، أنا أنفذ إعدامات عسكرية، ولكنني لن أفعل ذلك. عد إلى قاعدتك الجوية وانتظر التعليمات. انصراف. قام أمقران وأدى التحية العسكرية وانصرف. أصبح الجنرال أفقير يزور القاعدة الجوية بالقنيطرة كثيرا، يلبي طلبات ليزوفيسيي كذلك، من لديه ترقية متأخرة، من يريد إجازة ليرى عائلته مدة لم يأخذها، من لديه طلب بسيط لدى أفقير يلبيه له. يجلس مع أمقران ساعات طوال، لم يعد يزور القاعدة العسكرية فحسب، بل أخذها وكأنها مكتبه. لم يعد يتردد كثيرا على القيادة العليا، كان يزور القاعدة بانتظام. هنالك أحد مستشاري الملك الراحل الحسن الثاني، وهو عبد الهادي بوطالب، الذي أدلى بشهادته في شاهد على العصر، وقال أنه طلب لقاء الملك بشكل انفرادي، ولبى له الملك ذلك الطلب. أعتقد استقبله في سخيرات، لأنه قال له: لدي شيء خطير أحكيه لك.
فجلس مع الملك رأسا لرأس. قال له أن أفقير زارني في البيت وأخذ قنينة ويسكي وتعمق في شربها إن صح التعبير، وهو سكير معروف، أي أنه أنكوليك يشرب طوال الليل والنهار. وقال كلاما ربما سيقدم هذا الرجل على انقلاب على جلالتكم. أخبره الملك الراحل حسن الثاني بشكل من الاستهزاء: أعمالكم مع أفقير، أنت لم تنسى ذلك الشنآن الذي بينك وبينه، ربما تحمل عليه حقدا أو تضخم الأمور. قال له مستشاره: أنا علمتك، وأنت يبقى لك القرار الأخير. أنهيت هذه المسألة. بطبيعة الحال الأجهزة لا يستطيع أي أحد أن يكتب تقريرا على أفقير، فأفقير هو ثاني أقوى رجل في المغرب آنذاك. مرت الأيام، كان الملك سيتوجه إلى فرنسا في رحلة إلى هناك. كان اليوم الذي سيغادر فيه الملك. كعادته يستقبله الوزراء والجنرالات، يودعونه كذلك عامل المنطقة والقائد الإقليمي، وكذلك علية القوم في ذلك المناخ. سلموا على الملك يودعونه. أجهش أفقير بالبكاء وكأنه يرى الملك الحسن الثاني لآخر مرة. استغرب الملك من تصرف أفقير، ولكنه لم يبدي اهتماما كبيرا. قال: ربما الرجل كنوع من المحبة. ذرفت الدموع. طارت طائرة الملك الحسن الثاني البوينغ، هبطت. قام الملك أموره. كان عائدا إلى المغرب، نزل في إسبانيا ليرتاح قليلا وتتزود طائرة بالوقود أو الكيروزين إن صح التعبير. دخلت إلى الأجواء المغربية عبر مدينة تطوان الجميلة. جاء سرب من الطائرات بقيادة الرائد حشاد. استغرب الملك من ذلك السرب. ذهب إلى ربان الطائرة. قال له: من هؤلاء؟ قالوا له: هذا سرب سكورت في السماء. وكأنهم يحيون الملك ويقومون بتأمين طائرته البوينغ. أخذ الملك الحسن الثاني الراديو وأخبرهم: ماذا تفعلون هنا؟ قالوا له: جئنا نستقبل جلالتك. قال: أنا لا أريد أي استقبال، ارجعوا إلى قاعدتكم. كان القباج طائرا أو طيارا، وهو طائر بالفعل، لديه سمعة كبيرة في الجيش المغربي. ذهب إلى فرنسا لأنه أصبح طيارا مدنيا، وكان هو أول طيار عسكري في المغرب. القباج طيار ماهر. أخذت طائرات وضعا هجوميا. أمروا صالح حشاد قائد سربهم بأن يتنحى جانبا، هو وطيار آخر من لن يشاركوا في الانقلاب، وطائرتهم غير مسلحة. أخبروا أحد الطيارين في السماء، قال لهم: لماذا لم تخبروني في الأرض؟ وعاتبهم. أصبحوا يهاجمون طائرة مدنية، 3 محركات، بقي محرك واحد صامد. قال أحد الطيارين: سوف أعمل كاميكاز إذا لم ننجح، وسأضحي بنفسي لإنجاح هذا الانقلاب. كاميكاز هو تقنية يابانية. يدخل الطيار بطائرته في الطائرة أو في أي شيء يعتبره عدوا، وذلك ما أربك الولايات المتحدة، فقامت بالجريمتين البشعتين ناكازاكي وهيروشيما. ما علينا، هاجموا الطائرة. قال القباج بإيعاز ربما من الملك الحسن الثاني أن الملك قد توفى، اتركوني أنزل، وهو صديقهم وكان يطير مع حشاد، فكان نوع من العطف عليه. وبما أن الانقلاب نجح بموت الحسن الثاني، تركوا الطائرة تنزل. نزل ذلك الطيار الذي كان سيقوم بكاميكاز من الطائرة في آخر لحظة بالباراشيد. لم تكن العملية ناجحة لأن الحسابات غير دقيقة،
بخروج الطيار من الطائرة اختلفت المعادلة فلم تصب البوينغ. نزل في سوق الأربعة في المغرب أعتقد. أمسكه الدرك واعتقلوه وتوجهوا به صوب قصر السخيرات. هبط الملك بسرعة، سلم على من يستقبلونه. لم يكن أفقير هناك. استغرب الملك. خرج الملك بسرعة، أخذ سيارة أحد المواطنين البسطاء، توجه إلى قصر السخيرات. ذهب أفقير إلى القيادة العليا وهو مذهول مما رأت عينيه. طائرة مدنية تنزل بسلام. سرب من الطائرات لم يستطع إسقاط الطائرة. أعطى أوامر باستهداف القصر بالرباط، ظنا منه أن الملك الراحل توجه إلى الرباط، ففشل ذلك الانقلاب. حكى طيار للملك كل شيء وقال له أن أفقير هو من دبر هذا الانقلاب. أخذ أمقرا مسدسه وأصبح يعطي الأوامر في القاعدة العسكرية. بعد أن كشف كل شيء، توجه أفقير في نهاية المطاف إلى قصر السخيرات. قام باستقباله أدليمي، حاول تفتيشه، نهره الجنرال. دخل إلى الملك الحسن الثاني، خرج جثة هامدة. هنالك من يقول أنه انتحر، وهنالك من يقول أنه صفي ب5 رصاصات استقرت في جسمه. وبذلك أعلن الملك الراحل الحسن الثاني على إجراءات سوف تردع أي شخص في المستقبل من الانقلاب عليه أو على النظام الملكي في المغرب. بقي قبر أفقير مجهولا، واستطاعت الملكية أن تصمد في المغرب. جنب الله المغرب سيناريو كان سيكون أليما، فلو حكم أفقير أو محمد عبابو لن تكون الدنيا وردية، بل سيكون حكم قاسي. أما الحكم اليوم في المغرب بكل المؤاخذات يبقى حكما يتقدم بالمغرب ولو بوتيرة ضئيلة للغاية، ولكنه يتقدم. وأسدل الستار على انقلابين كانا الأخيرين في تاريخ المغرب. طبعا هنالك ترتيبات مع الخارج، ولكن ذكاء الملك الراحل الحسن الثاني كان أكبر من المتآمرين.